بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح الخير على كل حبايبي واعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من كلمتين عن المشي. قبل ما ابتدي الحلقه طبعا الواحد بيخش يشوف القناه وصلت لفين، معدل المشاهدين. فاللي انا لاحظته ان في 75% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركه على القناه. رجاء وليس امر ان احنا نعمل اشتراك للقناه ونعمل لايك للفيديو. ده بيساعدنا اكتر ان الواحد يظهر اكتر، ان المواضيع تبقى اكتر، الواحد يقدر يزود من الحلقات. فالنهارده عندنا موضوعين كده. اول موضوع مباراة الاهلي وسفره والقايمة اللي هو المفروض سافر بيها مباراة استاد ابيجان. احنا الفريق سافر ب 21 لعيب. 21 لعيب. انت بتلعب على اول مجموعة ومعاك بس محترف، والمحترف اساسا يوسف ايمن، وكمان كولر مش معترف بيه. فيعني احنا عندنا مشكلة في الاصابات، عندنا مشكلة طبعا قضاء وقدر ولازم الواحد يرضى يعني. بس احنا القائمة بتاعتنا يعني لو هنتكلم الشناوي، شوبير، مصطفى مخلوف، يوسف ايمن، رامي، ياسر وخالد، محمد هاني طبعا رجع الحمد لله على السلامه، كريم الدبيس، اكرم، عمر الساعي، مروان السوليه، كريم ندفيد، كوكا، امام، قفشه، الشحات، اسامه ابو علي، مصطفى ابو الخير، وسمير محمد. يعني عندنا 21 لعيب، ربنا ان شاء الله يكرمهم في الماتش دوت. من الماتش دوت كده انت لو فزت بيه وجيت اخر مباراة مثلا اتعادلنا، يبقى احنا كده حصلنا على ال10 نقط، نبقى اول مجموعة. نقدر نلاعب تاني المجموعة التانية. فبالتالي انت كده بتسهل على نفسك طريقك لدوري ابطال افريقيا. يا رب ان شاء الله السنة دي يكون من نصيبنا. وفي نفس الوقت يعني ده كده الارم يعني لاداره النادي الاهلي. انت عندك اصابات، لازم تبقى في تدعيمات داخليه ومحترفين. فاحنا دلوقتي وصلنا تقريبا 10 الشهر، ولغايه دلوقتي كله بيتكلم، كل بيطلع يقول لك هنا في محترف وهنا في محترف، هنا الصفقه فشلت، هنا الصفقه نجحت. طبعا انا ما بعتمدش الكلام ده كله. انا كل اللي انا بعتمده اللي هو لما يعلن النادي الاهلي على الصفقات بتاعته. فبالتالي لازم ننتظر ولازم نشوف. وانا الواحد يعني متامل خير ان احنا ان شاء الله باذن الله اداره النادي الاهلي هتكون قد الثقه ديت وتجيب صفقات. ان هو من غير الصفقات ديت الوضع بالنسبه للنادي الاهلي هيكون صعب يعني. الموضوع التاني اللي انا هتكلم فيه ممكن يكون موضوع شويه، وموضوع ممكن يضايق بعض الزملكاويه، بس دي الحقيقه وده اللي موجود وده اللي احنا متوقعينه او اللي احنا شايفينه بقالنا فتره كبيره ما بين الاهلي وما بين الزمالك. طبعا اداره نادي الاهلي اول ما تعينت اداره نادي الزمالك باداره رئيس النادي الكابتن حسين لبيب، كان في مبادرة والناس راحت لهم النادي واتكلموا مع بعض، وكانت في حالة من الود والاحترام ما بين رئيس مجلس الإدارة هنا والكابتن محمود الخطيب وزارهم في النادي. وكانت حاجة جميلة وكلنا مبسوطين بيها يعني. بس الأهلي يقرر التصعيد ضد الزمالك. ليه بقى؟ بيقول لك ان النادي الاهلي ابتدى يتكلم اليومين اللي فاتوا دولت على اتحاد الكوره وعلى اتحاد كره الطائره، ان هو كره الطائره كان مفروض ان الاستاذ خالد عوض اللي هو مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي جاب لعيب من ايطاليا، وحب ان هو اتاخر شويه، وحب ان هم يطلب بس من اتحاد كره الطايره ان هو يمد بس التقييد بتاع اللعيبه، وعلى اساس ان هو يقيد اللاعب. ده طلب يعني. فلقى في مندوب
عن طريق الاستاذ هشام نصر المشرف العام على الالعاب الرياضيه في نادي الزمالك، بعت مندوب لاتحاد الكره الطايره ان هو يمنع الاستاذ خالد العوضي من تسجيل اللاعب الايطالي. فبالتالي انا اتزنقت وعايز اسجل لعيب، يعني ده بالنسبه للنادي الاهلي، فانت ليه بتضايقني يعني؟ او ليه انت مش عايزني اقيد اللعيب ده؟ هنرجع نقول اللي هو لو هنرجع للقوانين او هنرجع للرولز اللي حاططها الاتحاد، من حق نادي الزمالك ان هو يبعت مندوب للاتحاد كرة الطايره على اساس ان هو ما يعرفش يسجل، ان النادي الاهلي ما يعرفش يسجل اللعيب بتاعه. طيب بالتالي طب انت ادام انت بتدور على حقوقك وبتمشي بالقوانين والرولز، تعالى بقى يا نادي الزمالك بقى. الوضع بالنسبه لنادي الزمالك ان هم جماهيره واتحاد ورئيس مجلس الاداره والاعضاء مجلس الاداره ان هم عايشين في المظلوميه، وعايشين ان هم مضطهدين، وعايشين ان هم معهمش فلوس، وعايشين ان هم احنا بنحارب، واللي احنا بنعمله دوت يدل على ان احنا احسن مجلس اداره جه لنادي الزمالك. انا عندي كلمه كده يمكن سمعتها، هي مش بتاعتي بس هقولها: كلهم مرتضى منصور، بس مع اختلاف الاسامي يعني. ف بعد ما حصل الموضوع دوت، راح النادي الاهلي قدم للاتحاد المصري لكره القدم، قال لهم انت كنت طالب مننا ان احنا ما فيش اي حد هيقيد اي لعيب في اتحاد الكره المصري في فتره الانتقالات دي الا ما يكون مسدد مديوناته. المديونات اللي على نادي الزمالك هي كانت من 120 مليون ل 60 مليون، انا ما اعرفش العدد الرقم كام بالظبط، بس هو غالبا يعني اللي هو 60 مليون. طب ال 60 مليون دولت طلع في صراخ من النادي الزمالك من حسين لبيب: انتوا عايزيننا ندفع ديون 20 سنه مره واحده؟ احنا علينا 60 مليون، طب احنا هنجيب لعيبه منين؟ طب احنا ودخلوا برضو في سكه المظلوميه وسكه اللي احنا مضطهدين، واحنا مش هنعرف نلعب كده في الدوري المصري. احنا الكلام اللي احنا بنسمعه بقالنا سنين وسنين من نفس الاتحادات او نفس رؤساء النادي الزمالك، نفس الكلام برضو، مفيش جديد يعني. فتعالى بقى، ادام انت عايز تجدد لزيزو، طب ما الاولى اللي انت تدفع الفلوس اللي عليك، ادفع الفلوس اللي عليك وادي اللعيبه بتاعتها مقدم التعاقدات والفلوس اللي متاخرها بقالها سنين، بدل ما تروح تجدد للعيب. مش عشان خاطر ان زيزو احنا خايفين منه مثلا كاهلاويه، ولا هو زيزو واو، لا، بس انت عايز تعمل البوم مع جماهير النادي الزمالك وتقول لهم انا جددت زيزو، ودي هديتكم في ال 114 سنه باحتفال ال 114 سنه لنادي الزمالك. انتوا بتضحكوا على الزملكاويه وبترسخوا فيهم حاجات المظلوميه وعدم تكافؤ الفرص ما بين الاهلي وما بين الزمالك عشان خاطر تقعدوا على الكرسي. طيب انت لما اول ما جيت عشان تدخل تبقى يا حسين يا لبيب، عشان تبقى رئيس مجلس اداره الزمالك، قلت احنا اي ديون على النادي الزمالك احنا هنقدر ندفعها، احنا عندنا افكار خارق الصندوق، عندنا افكار مبتكره عشان خاطر نعرف نسدد الديون. احنا هنعمل انت ما عملتش ولا فرع لغايه دلوقتي لنادي الزمالك، انت الارض اللي عندك حتى التخطيط ما عملتوش. والديون اللي بيدفعها ديت او الفلوس اللي بتدفع ديت يا اما مكافآت فوز من الاتحاد الافريقي بالنسبه للكونفدراليه او ممدوح عباس، هو ده اللي واضح. انت هو ده الفلوس اللي انت بتدخل لكم عشان خاطر انتوا كده. ممدوح عباس شايل الليله، شايل جزء كبير قوي 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 من الفلوس اللي بيدفعها نادي الزمالك، لدرجه ان في مبلغ ممدوح عباس لما اتفق مع زيزو وابو زيزو ان هو المبلغ دوت عشان خاطر مقدم تعاقد، قال له لا يا حبيبي دي فلوس من اللي عليك قبل كده، وراح واخد الفلوس، وده حقه، كل واحد بياخد حقه يدور عليه.
فما تعيشوش في دور المظلوميه وتعيشوا في ان انتوا مضطهدين. بالعكس انتوا متدلعين. انت النادي ده الاسماعيلي يا راجل، الاسماعيلي اجبرتوه ان هو يدفع الفلوس المتاخره عليه عشان يقدر يقيد لعيبه. الاهلي لما جه يقيد كهربا ما رضيتوش. طب جدولوا لي، ما رضيتوش تقيدوا كهربا الا ما يدفع الفلوس اللي عليه. طب جه حسين لبيب قال لك جدول لي. انت اساسا فاشل، يعني انت اساسا فاشل. ما انت جدول لك 100 مره قبل كده اهو. انت عليك 60 مليون دلوقتي ولازم تدفعهم. فاحنا هنتابع القضيه ديت ونشوف الدلع اللي بيتدلعوا نادي الزمالك هيوصل ليهم ايه. هيقولوا لهم طبعا تعالوا نجدول لكم، تدفعوا 3 4 مليون و5 مليون وقيدوا اللعيبه، زي بقالنا 20 سنه على نفس القصه دي. وفي الاخر برضو يرجعوا يقول لك احنا مضطهدين واحنا مفيش تكافؤ فرص واحنا. انت راح تجدد للعيب وتدفع له مبلغ كبير زي ده. سدد ديونك، خلي المتبرعين او الناس اللي بتساعد نادي الزمالك تشوف ان انت بتعمل سكواد. انت لغايه دلوقتي فريق كوره مش عارف تعمل فريق كوره مش عارف تعمل فريق كوره. انت ولا عارف تلعب في الدوري، وخلاص كده انت ما بقتش منافس للنادي الاهلي. انت ما بقتش منافس. انت زي الزمالك دلوقتي زي اي فريق موجود في الدوري. يعني عندك بيراميدز بعد الاهلي. طب انت فين؟ انتوا متخيلين انتوا وصلتوا لفين؟ انتوا ايامكم دي اصعب من ايام مرتضى منصور. فيا ريت الناس تراجع نفسها، ويا ريت الناس تفكر انها تشتغل، والوعود اللي هي وعدته لجماهير نادي الزمالك توفي بيها. عشان كده انتوا ماشيين في سكه نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك مش هتقدر تستحمل اكتر من كده. طبعا مع نهايه موضوعي عن الزمالك وعن حسين لبيب، الله الموفق ليا وليكم. وتاني برضو رجاء وليس امر ان احنا نشد شويه على موضوع الاشتراكات، الناس اللي بتتفرج على الفيديو، وفي نفس الوقت لايكات للفيديو، بحيث ان احنا نظهر ونبان اكتر، ويكون مجهودنا ده وتعبنا ده على خير ان شاء الله. الله الموفق لينا وليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.